السلام عليكم الأخوة والخواتات. كنتمنى كلشي يكون مزيان. اليوم غندويو على طريق اللي كلشي كيخاف منها في الجنوب. جيب كاس ديال القهوة وتصنت ليا مزيان. في جنوب المغرب بين المدن القديمة اللي كتخبي أسرار كبيرة، كاين واحد الطريق مهجورة الناس ديما كتجنبها. هاد الطريق اللي مبقاش كيدوزو منها الطونوبيلات كانت كتسمى في دوك المناطق ديال الجنوب بطريق الأرواح المنسية. كيتعاود عليها باللي اللي كيدوز منها في الليل كيشوف وكيسمع حوايج كتخربق ليه المخ، حوادث سير غريبة، سيارات كتلقاها مقلوبة بدون سبب، أصوات ديال البكا والضحك اللي كتردد في الظلام. الناس الكبار كيحددوا من هذيك الطريق كيقولوا باللي الجنون كتسكنها. في واحد الليلة باردة كان واحد السائق ديال الشاحنة سميتو رشيد، وبالمناسبة هذا صديق ديال الصفحة هو اللي صيفط لنا هاد القصة هادي. رشيد كان معروف بالقلة ديال الخوف ديالو وما كيآمنش بهاد الخرافات ديال الجنون. كان مزروب باش يوصل السلعة قبل الصباح وقرر يدوز من هاد الطريق المهجورة باش يختصر المسافة. ركب معاه واحد الشاب متدرب أو المتدرب ديالو سميتو فؤاد اللي كان أول مرة كيدوز من هاد الطريق. الجو كان مظلم، غير الضو ديال الشاحنة هو اللي كيشق الظلام. رشيد كان كيدندن شي أغاني باش يبين لفؤاد بلي راه ما خايفش، ولكن فؤاد كان ساكت وعينيه كيدورو في كل بلاصة. فجأة سمع واحد الصوت غريب جاي من الراديو، صوت بحال شي وشواشة ماشي واضحة. من بعد تقطع الراديو دقة. رشيد دار واحد الضحكة صفرا، ولكن فؤاد حس بواحد التقشعيرة دازت ليه على الجسم ديالو. مع مرور الشاحنة في عمق الطريق الجو بدا كيتبدل، الضو ديال القمر كان خفيف، ولكن رشيد وفؤاد بداو كيشوفوا ظلال غريبة كتحرك على جنب الطريق. ماشي ظلال ديال شجرة ولا ديال صخور، ظلال كتشبه ديال البشر، ولكن كانت كتحرك بطريقة ماشي طبيعية بحال إلا كترقص في الظلام. رشيد قال لفؤاد يمكن عينيك كيخدعوك، غير الشجر والظل ديالو هداك. ولكن فؤاد كان متأكد بلي ما شافش الظل ديال الشجر، بل الظلال ديال شي حاجة بحال البشر. فجأة بداو همسات كيتسمعوا في الكابين ديال الشاحنة، همسات خفيفة، مرة كتبان بعيدة ومرة كتبان قريبة بزاف بحال شي حد كيشوش حدا ودنهم. الصوت كان متعدد، مرة صوت ديال المرا كتبكي، مرة صوت ديال الدري كيضحك، ومرة صوت ديال راجل كيغوت. رشيد حس بالخوف لأول مرة في حياتو، حاول يشعل الراديو ولكن ما خدامش. فؤاد اللي كان خايف بزاف بدا كيقرا آيات من القرآن بصوت مرتفع. الشاحنة بدات كتوقف بشوية بشوية بحال شي حد أو شي حاجة كتجرها للخلف. العجلة ديال السيارة بدات كدور بوحدها وكتدفع الشاحنة باش تخرج عن الطريق. رشيد شد بقوة المقود وقلبو كيضرب بجد، فهم بلي هادشي ماشي مجرد خرافات، هادشي جنون ديال بصح. رشيد قدر يتحكم في الشاحنة بصعوبة ورجعها للطريق، لكن بعد شوية الضو ديال الشاحنة طاح على واحد البير قديم ومهجور على الجنب ديال الطريق. البير كان داير به شي حجر قديم ومهدم. رشيد حس بواحد الجذب غريب الجهة ديال داك البير، نزل من الشاحنة. فؤاد تبعو وهو خايف. ملي قربوا من البير سمعوا الأصوات كتزاد بقوة وبوضوح، والأغرب أنهم بداو كيشوفوا أشباح خفية كدور حول داك البير، أشباح الأشخاص باين عليهم أنهم كانوا ضحايا الحوادث. لقى لقى حجر كبير مكتوب عليه شي نقوش قديمة ولكن ما قدرش يفهمها. فجأة حس بواحد البرودة شديدة وسمع صوت ديال الدرية كتقول ما تمشيش انت التالي. فهم رشيد بلي هاد البير هو المصيدة ديال الجنون، واللي كيدوز من هاد الطريق كيتصاد فيها. دوك الأشباح اللي كان كيشوفو هما أرواح ديال الناس اللي ماتوا في هاد الطريق، والجنون كتسحبهم هنا باش تستغل التخويف، وإنما خطر حقيقي كيهدد أي واحد كيدوز من هنا. رشيد وفؤاد حسوا بالخطر كيقرب منهم، الجنون كانت كتحيط بهم من كل جهة، والأصوات ولات بحال شي صراخ. رشيد رجع كيجري للشاحنة وشغلها بقوة، ولكن المحرك كان كيدير صوت غريب بحال شي حاجة كتمنعو باش يديماري مزيان. فؤاد بقى كيقرا القرآن بصوت مرتفع وهو كيحس بالبرودة كتزاد. رشيد حس بيد ديال شي حاجة كضرب ليه على النافذة ديال الشاحنة ولكن ما شاف والو.
قرر رشيد يدير المستحيل باش يخرج من هاد المصيدة. ضغط على الدواسة ديال البنزين بقوة والشاحنة بدات كتحرك بصعوبة. الأضواء ديال الشاحنة بدات كتشعل وتطفى بوحدها، ولكن رشيد ما استسلمش. مع كل متر كيبعدو فيه على داك البير، الجنون والأصوات بدات كتبعد. ملي وصلوا لواحد البلاصة فيها الضو ديال المدينة بدا كيبان من بعيد، حسوا بواحد الراحة كبيرة، والجنون ودوك الهمسات خشافت في دقة. رشيد وفؤاد وصلوا للمدينة وهما باقيين كيرجفوا من الخوف. من بعد ديك الليلة رشيد مبقاش كيضحك على دوك القصص ديال الجنون والخرافات، ولا ديما كيحذر الناس من ديك الطريق الأرواح المنسية. القصة ديالهم ولات كتعاود على الألسنة ديال الناس، كتحذر وكيديروها عبرة من العالم أن فيه أسرار اللي ما كنعرفوهاش، وأن بعض الطرق ممكن تكون خفية كتسنى الضحايا ديالها. ورشيد وفؤاد رغم الخوف اللي عاشوا خرجوا من هاد التجربة بيقين أن القوة